السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أعزائي المشاهدين والمستمعين. معاكم أم علم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. بقالي كتير ما عملتش أكل. كنت بقدم بقى عروض في الفيديوهات اللي قبل كده ومنوعات. بقالي كتير ما عملتش أكل كده في المطبخ ولا ما صورتش في المطبخ. أنا هعمل لكم طبعا الفيديو كده باين من أوله إن هو مكرونة. نسمي بسم الله كده. احنا عندنا طبعا لحمة ومكرونة وبشاميل. نبتدي بسم الله كده، نحط معلقة السمنة اللي انا حطيتها الحلوة دي، وهشوح اللحمة كده من غير ملح ولا بهارات ولا حاجة مع نفسها. وجنبي هنا المكرونة الاقلام بتاعتنا بتتسلق يا دوبك كده 10 دقايق على النار، ما بنكترش. بصوا اول ما بتاخد اللحمة تشويحة من تحت فبقلبها، ما بقلبهاش بقى من اول قلبه، لا، وبفردها كده زي الفطيره عادي كده بقى، يعني عشان كلها تاخد سوا وتستوي بسرعه اهو. بعد كده ما قلبتها، بصوا كده المكرونه عندي ما بخليهاش تبقى دايبه خالص. دلوقتي خلاص بعد ما اللحمه استوت عندي ببتدي بقى احط الملح والكزبره الناشفه والفلفل الاسود. انا ما بحطش بهارات كتير غير دول بس كده. نصفي بقى المكرونه كده تحت الحوض تحت الحنفيه، ونحطها في المصفى كده شويه ميه بسيطه كده برده، ما بكترش، بس كده يا دوبك بس البخار بتاعها كده يهدى، وانزلهم بقى في الحله تاني كده لوحدها. بصوا تبقى جامده. كل حاجه بعملها كده وانا واقفه على البوتاجاز، وبديهم شويه تهويه كده بسيطه. برجع برضو اقلب اللحمه. انا عندي بقى هنا الصلصه بتاعتي. لو تفتكروا الفيديو اللي انا عاملاه قبل كده، لسه عاملاه ان دي الصلصه التقليه. حط لها البصل والطماطم وبخزناها في الفريزر. التلج اللي انتوا شفتوه دون او الحاجه الطماطم ساقعه عليه، لان انا بخزن التقليه كده جاهزه، ببقى حاطه البصل والطماطم وبخزنها في الفريزر. تمام كده. بسيبها بقى على نار هاديه. هنقل بقى كده هنا على نار هاديه الناحيه التانية، والنار دي بقى ببتدي راح اعمل البشاميل بتاعنا. بصوا على نار هاديه بقى كده. هنا هنحط معلقتين من الكبار دول كده السمنه بتاعتي اهو، معلقتين. اقرب الكاميرا كده شويه عشان نشوف مع بعض. النار تحتها عاليه مش واطيه اهو. ومعلقتين كبار برضو دقيق. هنا بقى انا بعمل ما بحبش ابدا ان انا اجيب البشاميل جاهزه. بحب اعملها في البيت كده بايديا، ومش غلبة ابدا. يا دوبك بس كده انا المعلقه اللي معايا دي ستانلس كبيره عشان اعرف ادعك كويس. بحط الاول انا ميه، الاول بفكها كده بشويه ميه. بصوا شايفين انا بعمل بدعك في بجنب الحله كده، وبدعك العجين، يعني بدلك العجين كده علشان تطلع قوام كريمه، ما يبقاش في اي تكتلات في العجين. تمام. يلا كده اللي لسه ما حطش لايك يحط لي لايك، اللي لسه ما اشتركش في القناه اول مره يشوفني يشجعني ويحط لي اشتراك ويفعل تفعيل الجرس كمان معايا. بصوا انا بشويه بشويه كده جنب ازازه الميه. بصوا كل مدى بتطرى معايا، وكل مره بدعك بظهر المعلقه. بصوا بظهر المعلقه كده، وبدعك في طرف بجنب الحله يعني. بصوا هنا بقى هقلب بقى. بصوا الطماطمايه او حته المعلقتين الصلصه اللي انا حطيتهم، انا ما بحبش برضو ان انا اكتر طماطم. احط لهم شويه كده ميه يا دوبك معلقتين عشان خاطر ما تبقاش اللحمه عندي ناشفه. تمام. بصوا بقى ما تاخدش معايا اي وقت كده. خلصت انا الفيديو ده بالظبط نص ساعه، ومنتجته وخليته كده 10 دقايق بس، هو كان نص ساعه بس. خلصت الدنيا. هنا بقى ابتدي ازود بقى اللبن معايا برضو، اقلب بقى تقليب بقى بسريع برضو لما كريمه كده العجينه بقت طريه. تمام. بقت دايبه كده برضو بجنب الحله كده، واقلب كده برضو لغايه ما نحط
نلاقي القوام بتاعنا اللي احنا عايزينه. انا بحب اعملها خفيفة كده. خلاص اللحمة يعتبر استوت جنبنا، والبشاميل برضو كده خلاص يعتبر برضو اتعمل معانا. بصوا قوام كده خفيف، ما بعملهاش تقيلة. تمام. هنا بقى عندي اهو ما شاء الله كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحط بقى البهارات بتاعتنا، الملح والفلفل، الفلفل الاسود والكزبره الناشفه. ما بحبش احط اكتر من كده. في ناس بقى بتحط لها شطه تحط زي ما هي عايزه، بس انا بحط في الاخر برضو كل حاجه. البهارات يعني بحطها في الاواخر كده. بحط نص الكميه بتاعه البشاميل على المكرونه كلها اهو بالشكل ده. بحاول ان انا ايه افكها من بعض كده بس بشويه ايه بشاميل او بنص الكميه بتاعه البشاميل. دلوقتي بقى اجيب اي صينيه عندنا بقى، سواء مربعه او مدوره، على قد الكميه بتاعتنا اللي احنا معانا المتاح عندك يعني. ونوزع بقى اول طبقه المكرونه، وبعد كده نحط اللحمه كلها هنا في النص كده. وبعد كده نحط بقيه المكرونه نوزعها برضو كده. احنا اتفقنا. بصوا انا مش حاطه ايه طبقه بشاميل كتيره لسه. البشاميل اللي بقيتها بقى هحطها فوق في المكرونه اهو. عندي بقى بقيه البشاميل بتاعتي هوزعها بقى كده اهو. بصوا انا بقى عملتها ليه خفيفه كده. بصوا اهي بتدخل بقى بتتغلغل كده، مش خفيفه قوي يعني. ده القوام بتاعها اهو. بصوا هنا بقى اللي عايز يحط بقى جبنه موتزاريلا من فوق يحط، واللي عايز يحط بيض بقى يحط. انا هنا بحط ايه بيضه وشويه فلفل اسود عشان الزفاره، وبقلبها كده. بصوا في نفس الحله بحاول اجيب بقى ايه اي حاجه ما بتترميش عندنا، كل حاجه ايه كده اللي عايز اهو من فوق. انا هنا بقى نسيت ان انا احط شويه الفلفل الاسود على البيضه، بس كل حاجه زي ما احنا شايفين كده فيها فلفل اسود. هحط لها بقى كده هنا شويه فلفل اسود من فوق كده عشان الزفاره بتاعه البيض بس. ونحطها في الفرن ويدوبك بس ربع ساعة، ونولع عليها الشواية بس كده. نتابعها ما ننساش لان الشواية ما تحرقهاش اللون الاصفر الحلو الجميل ده. ونبتدي نقطعها كده. انا ابتديت ان انا اقطعها على طول بصراحة، ما استنيتش العيال ما صبروش. اول ما بطلعها بحب ان انا اطلعها بقى ايه سخنة، لان احنا في جو الشتاء دلوقتي. فالاكل بصراحة لما بيتاكل سخن بيبقى يعني اي اكل صراحة في الشتاء بيبقى عايز الايه بيبقى عايز الدفى كده، ولازم يبقى الاكل سخن قدامك. تمام. نقطع بقى القطعة اللي انتي حباها كده. ما تنسونيش بقى يا جماعة في اللايك، لا تنسوا الاشتراك واللايك. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو يا جماعة، والله هو فعلا اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. بصوا هطلع كده. بصوا ما طلعتش حتة واحدة اوي، بصوا عشان خاطر ان هي ايه سخنة. حاول برضو اطلع حتة تانية كده اهو. بسم الله. احنا عارفين طبعا كل ما هي ما بتقعد يعني بتبرد بتمسك اكتر، البشاميل اللي بيمسك فيها اكتر وبتطلع حتة واحدة. يعني دي طلعت حاجة كده. يلا بقى ما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رب تكونوا بخير، ونتقابل ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.